السلام عليكم. ثبات الوزن من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا لما بنمشي على نظام غذائي، وأكبر مشكلة تعمل ثبات في الوزن هي طريقة تفكيرنا. طريقة تفكيرنا لازم تتغير. لازم أبقى مقتنع تماما إن أنا محتاج أغير من عاداتي الغذائية، إن أنا محتاج أظبط نومي، محتاج أدخل رياضة في حياتي. في البداية يعني ايه اللي بيخلي حد ياخد قرار ان هو محتاج ان هو يتغير ومحتاج ان هو يعدل من عاداته الغذائية وهو وزنه 70 وحد تاني وهو وزنه 80 او هو وزنه 100؟ السبب في ده ان التغيير في حد ذاته متعب. فالشخص لما بيوصل لمرحلة ان التعب اللي هو فيه دلوقتي ده اكبر من تعب التغيير نفسه بياخد قرار بالتغيير. ودي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا لما بنبدأ بيكون عندنا تعب، مع الوقت التعب ده بيقعد يقل ويبدأ يجي مكانه سعادة نتيجة النزول في الوزن. تبدأ بعد كده ان انا ادخل في نقطة ان انا محتاج يوم فري، ان انا ابدأ الخبط شوية، ان انا امشي بنقطة الاعتدال في الاكل، وده يرجعني تاني في الوزن مرة تانية. عشان كده كل مرة انا بنزل فيها وارجع تاني في الوزن ده بيخلي المرة اللي بعدها اصعب. عشان كده احنا بنقول ان طريقة تفكيرك هي اهم حاجة. لازم تبقى مقتنع تماما ان الرياضة من اولوياتك، ولازم تبقى مقتنع تماما ان انا لما هظبط نومي وانام عدد ساعات كافي وابدا انام بدري ومسهرش، ان ده في حد ذاته هيمنع ثبات الوزن. وان انا لما اغير من عاداتي الغذائية ده في حد ذاته مش هيخلي فيه ثبات في الوزن. لما تبقى في رحلة أو لما تبقى في مصيف وتلاقي فيه حلويات وتلاقي فيه لخبطة في الأكل وأنت تيجي تقول لأ أنا مش عايز، وتبقى مقتنع بده ومش محتاج إن أنت تبرر ليه، ساعتها مش هتشوف ثبات في الوزن. لكن لو كل ده عامل ضغط نفسي عليك وان انت عايز تنزل بس مش حابب ان انت تغير من عاداتك الغذائية، او انت ما عندكش وقت للرياضة، او انا غصب عني بسهر وفي حاجات تانية وفي اسباب بتخليني معرفش انام بدري، طول ما انت بتطلع اعذار زي دي، طول ما انت مش مقتنع بالكلام ده، طبيعي جدا ان انت هتلاقي ثبات في الوزن. الفيديو ده يعني انا بس بدعوكم ان انتوا تبداوا تفكروا في الموضوع. غيروا من طريقه تفكيركم. ابداوا فكروا ان انا لما اغير من اللايف ستايل بتاعي، ان انا لما اغير من عاداتي، لما ابدا اظبط نومي وادخل رياضه، ان ده الصح وان ده اللي المفروض ان هو يتعمل عشان خاطر اعيش حياه صحيه. مش موضوع ان انا انزل في الوزن، لا، الموضوع ان انا اعيش بصحه. شكرا.